هاي ادعاءات زائفة يعني، هاي مقرضة، والعكس والله احنا ما شفنا من سوريا الديمقراطية غير الخير يعني. نعم. والأمان. وأنا أقول هذول الوجهاء وهذه أين جريمة تجيبونها لنا احنا تنشوفها وينها يعني. في الادعاءات الفاضية وارتكابات التجني هذه ما لها وجود، صارت قاموسنا، احنا عرفنا الواقع وعرفنا وقاعد نمر بالواقع الأصلي يعني سوريا الديمقراطية صار لها 8 9 سنوات عندنا. وين الجرائم؟ احنا كنا عايشين بامان ورفاهيه. نعم. الحمد لله يعني. طبعا في الاقتصاد يعني هذا مشكله عالميه، مو مشكله بس على سوريا. نعم. مشكله عالميه يعني. فنرجو ان من الادعاءات لازم يكون في اثبات وفي ادله. احنا في انتهاكات، في موجوده انتهاكات من تركيا وانتهاكات من دول عديده احنا يعني نعرفها حقيقه يعني. نعم. في سوريا، ولا ما وجه سوريا الديمقراطيه احنا هسه الله يعلم احنا وين. يعني يجوز بحد المخيمات وتشرف علينا تركيا وما يتبع ذلك. نعم. أولاد سوريا السورية والله لا تركيا تحميهم ولا أي طرف من الناس إلا السوريين بتكاتفهم بعضهم يحمون بعض. نعم صح. وهذا التمزق وهذا، وإحنا نبقى سوريين. نعم. ونبقى الرفاق. سوريا الديمقراطية عم تشتغل على هذا الحكي، إن نبقى سوريين ونبقى متضامنين. سوريا الديمقراطية طالب بالوحدة السورية، تطالب العدالة الشاملة للشعب السوري، تطالب بالحرية ولا تطالب بالتجزية. وكل من يقول سوريا طالب بالتجزية ولا هذا يعني يعتبر كلامه مسيس ومو صالح سوريا. نعم. سوريا الديمقراطية شعارها واحد ومعروف على ملأ العالم كله، مو نتيجة انه احنا نتكلم كمنطقة ضيقة، نتيجة على العالم كله. سوريا الديمقراطية شعارها السورية لسوريا. نعم. وحدة سوريا ولا تجزئ سوريا ولا دولتين في سوريا. يعني كل هالمؤامرة اللي تنحاك على سوريا الديمقراطية والدول والضغوط وما لفهم. نعم. انهم يخربون هذا الاستقرار. فالحمد لله هم ثابتين واحنا ثابتين بعون الله. ويشوفون شلون احنا مع بعض، وهذه محاولة لتفريق الصف مصيرها الفشل. واحنا ما بي عندنا قوات ومقيود، احنا كنا شعب واحد وكنا بالخندق واحد، وهذول ابنائنا، هذول اللي يقولون عليهم قوات هم ابنائنا واخواننا، وهذا الحكي لا اساس له من الصحه. وانا قلت لك لو قايل لي قبل يومين دعيتهم عشان يحضرون اجتماع ويشوفون بعينهم الحقيقه. طبعا هذه اكيد هذا على اهداف كثيره يعني. هم فشلوا الان، هم نتيجه فشلهم قاموا يتخبطون مره هيك مره هيك مره هيك. هذا الحكي كله لا اساس له من الصحه. واحنا كنا شعب واحد ودمانا امتزجت واحنا انتصرنا ونجحنا، وهي السوالف ما عاد حتى ننتبه لها ولا عاد نعطي لها اهتمام. نعم. هذا الكلام اعلامي غايته افشال التجربه الديمقراطيه الموجوده. بالعكس تماما ما يطرح، احنا عم نروح ونجي ونحضر، والله لو شعارين 1% انه في نفس تقسيمي مثل ما عم يدعوا. نعم. او نفس غير النفس اللي عم نحكوا فيه، احنا ما نضل يوم واحد. احنا مع ناس كلياتنا بالعكس، خلي يتبعوا التجربه اللي موجوده عندنا، رح سوريا تظل واحده وواحده. نعم. خلي يجوا لهون مشان يعرفون دروس شو معناته تبقى سوريا واحده بواحد. الان المنطقه الاكثر استقرارا والاكثر ازدهارا والاكثر راحه في سوريا والعراق والمنطقه هي منطقه شرق الفرات.